سافرت أمريكا عشان تدرس الفن، وأهلها رفضوا يساعدوها. اشتغلت عاملة نظافة وكانت بتمسح الحمامات، وبقت واحدة من أهم النجوم في الوسط الفني. عاشت أزمة نفسية بسبب جملة قالها لها حبيبها، والتنمر عمل لها عقدة من الطفولة. النهاردة في بروفايل هنحكي أسرار الفنانة أمينة خليل. يا دوب بدأت الطفلة أمينة توعى على الدنيا عشان تتعلق بعمها الموسيقار يحيى خليل. أمينة اللي اتولدت سنة 1988 حبت الفن بشكل كبير جدا، وعمها ساعدها وعلمها الموسيقى وأنواعها، وده انعكس على ذوقها الفني عشان تقرر تدرس الباليه في المركز الثقافي الروسي، وتفضل مكملة فيه لحد ما يبقى عندها 17 سنة. ده غير اهتمامها بالغنى طبعا، اللي كان بالنسبة لها هواية، وقت ما تبقى مخنوقة كانت بتفك عن نفسها بيه. وفي وسط الرقص والغنى كان التمثيل هو الحلم الأكبر عند أمينة. من صغرها كانت تقف قدام مرايتها وتفضل تقلد الممثلين، بالتحديد الفنانة شريهان اللي كانت بتعتبرها قدوتها ونجمتها المفضلة. بعد ما اتخرجت أمينة من الجامعة الأمريكية سنة 2009 كانت نظرتها للفن مختلفة، ومش حابة تدخل المجال بدون دراسة، فقررت تسافر أمريكا عشان تتعلم التمثيل. وبعد ما قدمت على الدراسة 8 جامعات رفضوها، لحد ما قررت تنضم لورش تمثيل، وفعلا تسافر على طول وتنضم لورش تمثيل بأمريكا، لحد ما الأقدار تساعدها وتدرس في مسرح لستراسبورغ، وبعدها تكمل دراستها الفنية في جامعة هارفارد. أمينة وقت الدراسة قررت إنها تعتمد على نفسها بشكل كامل، وكانت بتنزل تشتغل جرسونة في مطعم، وبعدها عملت نظافة في دورات المياه. وكان أبوها وأمها حابين إنها تعتمد على نفسها وتخرج للدنيا وتواجهها، علشان كده لما كانت بتطلب فلوس منهم كانوا بيرفضوا تماما. واول ما خلصت فتره الدراسه في امريكا قررت تروح موسكو سنه 2011 وتكمل دراستها هناك. وكانت شايفه دايما ان الفن عامل زي العضله، كل ما تتمرن اكتر كل ما الموهبه الفنيه بتكبر وتبقى اقوى. رجعت امينه مصر عشان تبتدي انطلاقتها الفنيه وتشارك بدور صغير في مسلسل اسمه الجامعه، اللي كان بيعتبر اول مسلسل بيخاطب الشباب في الوطن العربي، وكان قايم على انه يعرض المشكلات العربيه وشارك فيه فنانين من كل الجنسيات. لكن الانطلاقه الحقيقيه بدات بصدفه، وده لما شافها المخرج الكبير مروان حامد وهي بتغني في حفله من الحفلات علشان يرشحها للشغل مع الفنانه يسرا في مسلسل شربات لوز، وبعدها تشترك في فيلم عشم وفي مسلسل طرف ثالث. الاعمال دي خلت الجمهور ينتبه ليها جدا ويبتدوا يشوفوا فيها موهبه مختلفه، وبعدها ترجع وتشارك تاني مع الفنانه يسرا في مسلسل نكدب لو قلنا ما بنحبش. وفي كل مره كانت امينه بتثبت نفسها علشان بعد الاعمال دي تقدر تقف قدام الزعيم عادل امام والفنانه لبلبه في مسلسل صاحب السعاده، وكمان تشارك في فيلم خطه بديله. لكن التحول الحقيقي في مسيرتها حصل لما عملت دور نازلي في مسلسل جراند اوتيل سنه 2016، وقدرت وقتها تخطف الانظار، وبعدها انطلقت زي الصاروخ وقدمت اعمال كتير كلها كانت ناجحه. لكن الحقيقه ان حياه امينه الشخصيه ما كانتش ناجحه قوي زي مسيرتها الفنية، وده بيظهر في فشل كل علاقتها العاطفية. اتجوزت مرة واحدة سنة 2015، الجوازة ما استمرتش أكتر من شهور وانفصلوا عن بعض عشان تتخطب بعدها رجل أعمال، لكن الخطوبة ما تكملش وينفصلوا، خصوصا ان خطيبها كان رافض انها تكمل في التمثيل، وده طبعا قرار هي رفضته تماما. وتفضل أمينة على الحال ده لحد ما تعترف انها لقت توأم روحها، لكن للأسف العلاقة ما تكملش، وتقول ان هي لقت الشخص المناسب في الوقت والزمن الغلط. سمعت صوت قلبي بينكسر، الجملة دي وصفت بيها أمينة نفسها في أصعب موقف ممكن إنسان يتعرض له في حياته. أمينة قعدت مع الشخص اللي كانت مرتبطة بيه بعد ما قرروا ينفصلوا وسألته هو أنت ليه ما حاولتش تنجح علاقتنا؟ رد عليها وقال لها عشان شفت إنك ما تستحقيش. ودي طبعا أصعب جملة ممكن تسمعها ست في حياتها، ورغم كل اللي مرت بيه في حياتها من نجاح وشهرة لسه لغاية دلوقتي مش قادرة تنسى اللحظة القاسية دي. أما عن علاقتها الاجتماعية فكانت هادية جدا، ده بسبب إنها تعرضت للتنمر وهي صغيرة، وقالت إن أصحابها كانوا بيتريقوا على شكل مناخيرها، والموضوع ده عمل لها عقدة وقررت تبعد عنهم وتعتمد على نفسها. لكن لما دخلت الوسط الفني كان برضو لسه شكل مناخيرها بيضايقها، لحد ما تقرر إن هي تعمل فيها عملية تجميل وتروح تحجز عند دكتور، لكن قبل العملية بيومين بس تقع من على السلم ويحصل في وشها كدمات والعملية تتأجل. وقتها تحس إن دي إشارة من ربنا إن هي تثق في نفسها وشكلها وتواجه الناس، لدرجة إنها بقت بتسخر من نفسها قبل ما حد يسخر منها. حياة أمينة الفنية كانت دايما هادية، مركزة في المقام الأول على شغلها، وعلاقتها بزمايلها في الوسط كانت مستقرة، وعمر ما حصل لها أي مشاكل باستثناء مرة واحدة لما حصل سوء تفاهم بينها وبين الفنانة حورية فرغلي. وده لما حورية قالت إن أمينة خليل بنت خالتها وما سألتش عنها في محنتها، ووالدتها ما كلمتهاش عشان تطمن عليها. لكن أمينة وضحت ده وقالت إن هم مش أولاد خالة ولا حاجة، لكن كل الموضوع إن في علاقة عائلية بعيدة بين جدتها ووالدة حورية، والاتنين مش بيتواصلوا مع بعض سواء قبل دخولها الفن
أو بعده. أمينة لما حبت توصف نفسها باختصار قالت: أنا الشخص اللي نفسه يعيش الحياة بكل معانيها، عشان أنا لما بحب بكل خلايا جسدي، ولما بحزن بنكسر لمليون جزء. أنا شخصية رومانسية وحالمة جدا ومتفائلة لأبعد الحدود. الحقيقة إن الفنانة أمينة خليل من الفنانات اللي قدروا الفن جدا واحترمت موهبتها، وده بيظهر في شغفها في دراسته والأدوار اللي بتختارها. كمان هي قدرت تشق طريقها للشاشة الكبيرة من غير وسايط، وفرضت اسمها عشان تبقى واحدة من أهم الوجوه الشابة في السينما والدراما.